ما ينفعش ابدا ان احنا نعمل محارة على سطح خرسانة ناعم زي السور الخرسانة اللي ظهر قدامكم في الفيديو ده. ده سور بلكونة اتصب خرسانة بفرم خشب، وبعد ما فكينا الفرم الخشب خرسانة السور بقت ملساء او ناعمة زي ما هي ظاهرة قدامكم في الفيديو كده. ولو عملنا محارة على السور الخرسانة ده في حالته دي، اللي هيحصل ان طبقة المحارة هتفصل عن الخرسانة، ومع مرور الوقت هتطبل وهيظهر فيها شروخ وهتقع. علشان كده لو هتمحر سقف خرسانة ناعم لازم قبل المحارة وقبل الطرطشة ان احنا ننقر او نزنبر السور الخرسانة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من خلال العدد اليدوية، يعني بالمطرقة والأجنة أو المطرقة والمسمار أو المطرقة بس زي ما الراجل كده شغال في الفيديو، بحيث إن احنا نخلي سطح الخرسانة خشن بدل ما هو ناعم، علشان بعد ما نخشنه أو بعد ما ننقره ونزنبره نبدأ نطرطشه الطرطشة محببة. بعد كده نكمل باقي خطوات المحارة، ويفضل استخدام الأديبوند في طبقة الطرطشة وطبقة المحارة علشان نضمن تماسك طبقة المحارة على السور الخرسانة بنسبة 100%.